قال أهل الحديث لم يكن ثوبان وحده قال لرسول الله هل أراك في الجنة أو لا أراك؟ إن كنت لا أراك فلا تغنيني الجنة عنك. ليس هذا قول ثوبان، ثان وثالث ورابع وخامس من الصحابة، حتى قال له بعضهم يا رسول الله إني أذكرك وأنا في بيتي فأصير كالمجنون، أذكرك وأنا في بيتي فأصير كالمجنون، لا يقر لي قرار حتى آتي وأنظر إلى وجهه. فهل أراك في الجنة أم لا يا رسول الله؟ فهل أراك في الجنة أم لا يا رسول الله؟ ونزلت الآية بعد حال ثوبان الذي اصفر لونه ونحل جسده. ما بك يا ثوبان؟ قال محبتك يا رسول الله، محبتك. ما في محبتي. قالت ذكرت الآخرة وقلت إن أنا لم أدخل الجنة لم أراك، وإن أنا دخلتها كنت في درجة دون درجتك فلا أراك. فهذا الفكر هو الذي كدر علي عيشي وحال بيني وبين الطعام وشرابي.